السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو. اهلا بيكم في فيديو جديد. اللي ما يعرفنيش انا فرحة، والقناة دي بنعمل فيها كل يخص البيت، الروتينات، كلام، دردشة، طبخ، افكار، ترتيب، تنظيم، تحفيز، تشجيع، اي حاجة تخطر على بالك تخص البيت هنعملها مع بعض ان شاء الله، بطريقة بسيطة وسلسة وما تكونش فيها تعقيد كده، عشان نهون الدنيا على بعض، علشان نكون داعمين لبعض، ان احنا نعدي فترات كتير كده بتكون في حياتنا زي المطبات. صلي على النبي وحد الله، وما تنسيش تعملي الاشتراك، وكمان تحطي لي لايك، وما تنسيش تصلي على النبي في كومنت. ان شاء الله ليكي الاجر والثواب اللي كل من كل اللي يقرأه. وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله، ويجيلك اشعارات بكل حاجه واي حاجه بنزلها. صلي على النبي وحد الله. النهارده ان شاء الله بدأنا اليوم بطريقه سهله وبسيطه وسريعه سريعه جدا جدا. يا دوبك نزلت بنات الحضانه، وبعد كده رجعت، سمينا وقلنا بسم الله. كنا النهارده ان شاء الله هنعمل اطعام. بدأنا بدري علشان الحاجه تخلص بدري، وتبقى ان شاء الله وجبه كده سخنه للناس اللي ايه. يعني احنا بدأنا من العاده بنبدأ الصبح، مش بنبدأ نص اليوم عشان على عصر كده، لا. احنا ده الطريقه اللي احنا بنعمل بيها. نصيحه بقى لكل حد عايز يعمل ومش عارف. لو كل شهر يا ست البيت يا قمر يا عسولة انتي هتجيبي معاكي، وانتي بتجيبي طلبات الشهر هتجيبي فرخة زيادة. مش من قدرتك تجيبي فرخة يا ست، كل ما تنزلي تجيبي حاجات للبيت هتشيلي شوية فضة، شوية حاجات، آخر الشهر هتلاقيها عملت معاكي تجيبي فرخة، تجيبي أوراق، تجيبي بانيه، تجيبي كبد وقوانص، تجيبي حاجات كتير. يعني الاختيارات متعددة، ما توقفيش وتوقفي نفسك عند حاجة معينة. والله مش فكرة تكلفة، فكرة عادة، وإن العادة دي ربنا يطهر بيها بيوتنا وقلوبنا، وتبقى عادة عيالنا يكتسبوها مننا، إن احنا لازم نعمل الحاجات دي عشان ربنا يكرمنا، وعشان كمان نحس بالأقل مننا، يبقى في عطف مننا على غيرنا. يعني في حاجات كده عايزة أوصفها بس مش جاية معايا مترتبة. يا رب تكونوا فاهمين قصدي. هنا احنا كنا جايبين فرختين، انا فرخه واختي فرخه، وزي ما قلت لكم هي بتبقى حاجات بسيطه بس بتفرق في النفسيه، وبتلاقي ربنا بيكرم وبيسهل لك الامور من هنا ومن هنا، وبيسر لك احوالك. والله حتى مش فكره كميات كبيره وكميات صغيره، فكره بس النيه خالصه لوجه الله تعالى. لا انت مستنيه شكر من شخص تديله حاجه، ولا انت مستنيه من الناس تقول دي فلانه بتعمل ولا فلانه بتسوي. الحاجات دي كلها معموله لوجه الله بس. وانا اكيد مش عايزين شكر من حد، احنا عايزين الأجر من الله، الكرم، وإن ربنا يلطف فينا وبقلوبنا ويجبرنا زي ما بنجبر خواطر الآخرين. آسفة بس زوري عندي احتقان فمش عارفة أتكلم كويس. صلوا على النبي وحد الله كتير. هنا عملنا ايه، الفرختين قطعناهم غسلناهم كويس زي كأنك بتعملي أكل بيتك، ويمكن أحسن وأحلى كمان. والله العظيم الحاجة اللي بتطلع لله بتبقى طعمة ولذيذة وجميلة كده، حاجة كده مميزة. عملنا الفرختين زي ما بنعملهم في البيت، والله يمكن أحلى وكمان. غسلناهم بالطريقة المعتادة، وبعد كده عملنا اللهم صل على النبي سلقناهم، وعملنا رز أبيض، وعملنا كمان شوية صلصة على جنب بالدقة والخل زي بتاعة الفتة بالظبط. ولما الصلصة استوت خدنا منها حطينا على الفراخ علشان تاخد وش كده وتبقى شكلها حلو. وكنا محضرين العلب دي متقسمة، والعلبة تقريبا ب2 جنيه أو ب2.5 حاجة كده، يعني حاجة مش غالية اللي هو. فكلنا نقدر نعمل الموضوع ده ببساطة وبسلاسة. هونيها تهون. ربنا يكرمكم ويوسع عليكم يا رب. وكمان في نقطة مهمة عايزة اتكلم معاكم فيها، بما ان رمضان قرب، كل سنة وانتم طيبين. رمضان شهر الكرم، شهر الحب، شهر المودة، شهر اللمة بين اللي ما بيتلموش من السنة للسنة غير في رمضان. بيكون شهر مختلف، فلازم تبقى استقبالاته مختلفة. اللي هيقولك انتوا شعب بيهتم بالتفاصيل بس بتاعة الأكل، انتوا شايفين ان رمضان شهر الأكل، لأ. بس احنا ناس العرب عامة بيهتموا بتفاصيل الأكل. الواجب عندهم أو الكرم بيبدأ من عند الأكل، وانت جاية بقى تفاصيل كتيرة بعدها. فرجالتنا عامة بتبقى من الرجالة اللي عايزة ايه، أنا صايم وشقيان وتعبان، فعايزة أروح البيت ألاقي لقمة ترم عظمي، دي الكلمة اللي بيقولوها. فاحنا الشهر ده بالذات بيتعمل كل يوم روتين، كل يوم أكل. ساعات بتبقى امبارح غير النهارده غير بكره، ساعات بتبقى الاكله اليومين ساعات وساعات. فربنا يكرمنا ويوسع علينا. طبعا هنا كنا خلصنا الاطعام ونزلنا
نزلناه، اديته لاختي الصغيره، كانت عارفه اشخاص معينه احنا يعني منزلينه يروح ليهم يعني، والحمد لله تمت العمليه بحمد الله. وبعد كده دخلت ورجعت للحاجات اللي بتاعه اليوم العادي. فطبعا الحاجات اليوميه دي مفيش مفر منها، لساني بيعلق كتير. صلى على النبي وحد الله، واذكري ربنا كتير، وخليكي ممتنه لكل حاجه في حياتك. اليوم العادي الحمد لله ان يوم عادي، الحمد لله انك ما صحتيش على مستشفى، الحمد لله انك ما صحتيش على حاجه كارثه في بيتك او مصيبه، اعوذ بالله من المصايب ومن الكوارث. يعني الحاجات دي الحمد لله على ان اليوم بسيط وعادي. وساعات بتحس ان اليوم ممل، ده كويس الحمد لله. احنا عايزين السسبنس بتاع التلفزيون والكلام ده؟ لا طبعا، يكفينا شر ربنا، يكفينا شر التفاصيل دي اللي هو بتشقلب لك حياتك وبتشقلب اليوم. فالحمد لله على كل حال، الحمد لله على القليل وعلى الكتير، الحمد لله ان فيه وما فيش، الحمد لله الحمد لله على كل حاجه. فصلي على النبي وحد الله، ويلا تعالى نبدا، هنشوف هنتكلم وهنخطط ازاي عشان نستقبل رمضان وندبر وقت. احنا هنخترع وقت ان احنا ازاي هنصلي وهنصوم بكل سلاسه، ما تبقيش متعصبه انك مقضيه الوقت كله في المطبخ، مش عارفه تصلي، مش عارفه تقراي في القران، مش عارفه تسبحي شويه. دي مشكلتنا كل سنة، بس السنة دي إن شاء الله بعد محاولات كذا سنة ورا بعض فتوصلت إلى يعني حاجات كده هنقولها مع بعض، وربنا يكرم. هتنضف يعني هترتب معانا البيت، وهترتب حياتنا شبها 70%. هي الموضوع هيمشي إن شاء الله بسلاسة وبساطة. يلا نصلي على النبي وواحد الله. وهنتكلم أول حاجة عن التفريزات. هتوفر علينا وقت ومجهود كبير في المطبخ، والتنظيف العميق اللي هيخلي البيت كله جاهز، والأفكار بسيطة لترتيب البيت واستقبال رمضان بأجواء مريحة وجميلة وبسيطة. صلى على النبي وحد الله. يلا نبدأ مع بعض ونستعد لرمضان بأفضل الطرق. أول حاجة من الحاجات إن شاء الله وهي جزء التفريزات. جزء التفريزات ده هيساعدنا نرتاح في رمضان، هيخلينا الحاجات جاهزة يا دوبك تطلع ان احنا نجهزها على بعض، نحطها على بعض. زي مثلا انا عن نفسي بحط البصل والطماطم والثوم والخضرة، الحاجات دي بفرزها، وفرزتها معاكم قبل كده كذا مرة في فيديو. آه يعني لو هعمل محشي كمان بكون مفرزة قرنبيط، وبكون مفرزة كرنب وبسلة وجزر، الحاجات اللي انا بستخدمها، وواحدة عن واحدة تفرق في استخداماتها. شوربة الخضار كمان بفرزها بالطريقة اللي بحبها وبتريحني. الحاجات دي كلها تطلع من الفريزر، تكون الفرخة استوت او اللحمة استوت اللي على النار، يدوبك بتطلعي الحاجة تحطي على بعضها وتبخريها وتلفي محشي، تحطي صلصة على الخضار ويدوبك تدخليه طاجن في الفرن. حاجات سريعة وبسيطة وسهلة، وان شاء الله محدش يعني يبقى بيعاني من وقفة المطبخ، لان احنا عايزين ساعة اقصى شيء وتكوني جهزتي كل حاجة في المطبخ، ساعة. وكمان عايزاكي تعملي حاجة حلوة. الناس اللي دايما بتشتكي ان معيار السكر في العصاير بيبوظ منها، هتعملي ايه وانتي فترة بالليل او قبل اساسا ما يبدأ رمضان تكوني عملتي معيار؟ يعني مثلا الشوب الخلاط مليان، بياخد كوباية سكر، عايري الكوباية دي كوباية الا ربع، نص كوباية، حسب السكر اللي بيحبه اهل البيت. يعني انا عند مامتي يعني عندهم هناك مامتي وبابايا عندهم سكر، فبيستخدموا نص معيار السكر، انا بستخدم معيار كامل للسكر. فهنا هتفرق الكميه، علشان تبقي تعملي وانتي مرتاحه وانتي مغمضه، مش تبقي متردده يا ترى هيطلع حلو يا ترى مش هيطلع حلو، طب ادوق وانا صايمه وتفها تاني. يعني اسفه على الكلمه بس ايه، لا بلاش نفضل شاكين في نفسنا هو حرام ولا لا، ونسال حد وما نسالش حد والكلام ده. آه ت- تمام صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. بعد كده نيجي للحاجات اللي انت بتفرزيها، اي حاجه ليكي استخدام فيها كتير هتفرزيها من دلوقتي، لان الوقت ده افضل وقت تفرزي فيه خضار، طماطم، حاجات كتير جدا جدا. وقبل ان شاء الله ما يدخل رمضان هتجيبي الفراخ وهتجيبي اللحمه وهتجيبي الحاجات دي شطفه وتنظيفه محترمه ونقعه محترمه للفراخ بالمحلول اللي بنعمله. وبعد كده بتروحي معبيه الكميات اللي انت عايزاها، نص فرخه، اوراق بس، اجنحه بس، بانيه بس، كبد وقوانص، الفرخه كامله. ويا سلام بقى لو انت ليكي في التتبيلات، يعني دي تتبيله المشوي، دي تتبيله يعني كده الشيش طاووق، البانيه، الحاجات دي كلها كل واحده حاجه. فلا ان احنا نعمل ايه، نجهز كل حاجه تطلع على طول. هنا انا كنت جهزت فطاري علشان انا هنا كنت صايمه. اللهم تقبل مني صالح الاعمال ومنكم يا رب. ويا رب يا رب حق لا اله الا الله اطعم كل جائع على وجه الارض. قولوا يا رب اتمنوها بنيه خالصه لوجه الله. ربنا يشفي كل مريض
خليكم فاكرين ان يعني للصايم دعوة لا ترد عند الافطار. لما تاخري افطارك دقيقة تتمني للناس كلها الخير والحاجات الكويسة. نرجع لموضوعنا. وكمان المعجنات من الحاجات اللي تقدري تفرزيها، زي السمبوسة، زي البيتزات، زي صواني جلاش، حاجات كتيرة. في ناس بتعمل البشاميل وتحطه في الفريزر، بس صراحة انا ما جربتوش، لكن انا جربت سمبوسة. سمبوسة ولا سمبوسك زي ما تقولوها عامة، تحشيها جبنة، تحشيها لحمة، زي ما تحطيها، زي ما تعمليها. هترصيها في صينية واحدة ورا واحدة، وبعد ما تتجمد وتخش الفريزر وتتجمد، بتلميها في كيس واحد وتحطيها في الفريزر. سهلة وبسيطة، والطريقة دي بتتعمل على كل الحاجات المعجنة. الخضار بقى هتقطعيه زي البصل والفلفل والكوسة، طبعا كل واحد على حدة. لو انت عايزة تعملي خلطة محشي على بعضها وتحطيها في الفريزر، تمام. عايزة تعملي حاجات كتير، تقدري تفرزيها زي ما انت بتعمليها. طبعا صلي على النبي وحد الله، وتوزعيها في اكياس على قد الكميات اللي انت تحتاجيها، على قد الوجبات. ده هيوفر لك وقت كبير اثناء الطبخ. يعني انت بدل ما هتبداي حطيتي الفراخ على النار، يلا هنبدا نقطع البصل، يلا طماطم، يلا هخلط مش عارف ايه، هضرب ايه. لا، كل حاجه جاهزه، يا دوب بتطلعي الكميات اللي انت محتاجاها وتولعي على النار وتحطي الكميات دي على دي على دي، يلا. الف هنا، يا رب يهنيكي ويحسن ما بين ايديكي. جهزتي الصلصه. الطماطم دلوقتي حكايه في السوق، حلوه ومرمله ويعني نوعا ما سعرها لسه برضو ما ارتفعش، اللي هو فبيقولوا الفتره الجايه هترتفع. ففرزي الكميه اللي انت عايزاها بالطريقه اللي تحبيها. دلوقتي في 1000 طريقه ليها على النت، ولو انت معتمده طريقه معينه، الف هنا يا ست الكل. هنا حضرت الاكل، وكنت مستنيه البنات عشان نفطر مع بعض. يا دوبك انا زي ما انت شفتوا، انا خدت العصير والميه والبلحه. البلحه كمان كانت واحده من بدل، كنت مجهزه 3 بس طلعوا 2 بايظين. فالحمد لله على كل حال. رجعوا البنات من التمرين، اخدوا الدش واكلنا، والحمد لله اليوم كان هين ولين. اي نعم كنت فيه شويه عصبيه، بس ده الطبيعي. انا مش شخص خارق، انا مش شخص فولاذي هقدر اسيطر على كل حاجه حواليا. فالحمد لله على كل حال، وربنا يديم علينا الصحه ويعيننا ويقوينا ان احنا نقوم بمسؤولياتنا. نصيحه صغيره كمان، نرجع للتفريزات. قبل ما تبتدي اي حاجه، اكتبي القائمه بتاعه الاكل اللي انت عايزاها، اللي انت هتطبخيها في رمضان، او اللي انت بتستهلكيها بكتير. يعني في حد بيستهلك ب... بشكل يومي الشرب، جهزيها. السلطات طبعا دي مش هتتجهز، بس عامه انت هتكوني عامله لسته مشتريات اليوم، انك تكوني لما تكوني نازله الشارع تودي ولادك تجيبي حاجه من الشارع، تبقي عارفه انت هتجيبي ايه، علشان ما تضيعيش وقتك وخلاص، علشان تستغلي وقتك افضل استغلال. بعد ما تخلصي المطبخ، مش هتلاقي ان يومك اتكركب ولا اتبهدل. هتلاقي ان انت عندك وقت ترتبي مكان، هتلاقي عندك وقت ان انت تسبحي، تصلي، تروحي تصلي التراويح كمان في الجامع، تختمي جزء كبير. وربنا يجعلنا من الفائزين بالطاعات في رمضان يا رب، وطول السنة والله مش بس رمضان. هنيجي بقى على جزء التنظيف، وهنبتدي فيه واحدة 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 من دلوقتي لحد ان شاء الله رمضان. انا في الاول كنت ببدأ ما بعملش حاجة في دخلة رمضان، كنت بعمل يوم الوقفة او قبل الوقفة بيوم. بعد كده فكرت، هو انا ليه بحتفل ان رمضان ماشي؟ احنا المفروض نستقبل رمضان بالتنظيفات والجو الحلو والحاجات دي كلها. فدلوقتي انا بقالي سنتين، ودي التالتة بامر الله ينحياني ربنا وكنت من الاحياء، وان ربنا يكتب لي ان انا اصوم رمضان ان شاء الله معاكم. هنشوف حاجات كتيره حلوه نعملها مع بعض. صلي على النبي كتير، وحيد الله. وخليكي حاسه ان لا، ده فضل من ربنا ان يكرمنا ويهدينا الى الطريق المستقيم. يعني يسهل لنا امور الطاعات، ان احنا بنعرف ان احنا نظبط امورنا، ما نبقاش ملهيين في تنظيف وحاجات كده دنيويه. لا، انا هظبط كل حاجه. ما انا مش هنسى بيتي برضو، وهنسى تفاصيل البيت والاكل والشرب والعيال وابوهم ونفسي. لا، هعمل كل حاجه بس بهدوء وبالراحه، كانك تعلمي عيل انه يمشي، بتاخديها واحده واحده، ما تاخديش كل حاجه جري. صلي على النبي وحد الله، ويلا نبدا على اول ترتيبات. هتبتدي من المطبخ، لان المطبخ ده انت فيه بشكل يومي. فانت لو حاطه حاجه على البوتاجاز من فوق، هتبتدي بالراحه كده. او لو انت بتعمليش حاجه في المطبخ عامه، يعني هتبتدي بالفرن، بخلطة كده من البيكنج صودا والخل، أو أي حاجة قاهرة للدهون، ورشة كده بسيطة. وتحاولي يعني تسيبيها 15 دقيقة، وبعد كده تمسحي، هتلاقي الموضوع معاكي ماشي زي السكينة في الحلاوة. أنا عن نفسي بفكر في الطرق دي ليه؟ علشان أنا أم ل3 أطفال، فيهم طفل لسه يدوبك سنة. السنة ده الله يهديه ويصلح حاله ويخليهولي ويبارك لي فيه ويبارك في أولادكم أجمعين. حرفيا مجننا في البيت، والله العظيم ما مخلي حاجة على حالها. يا رب يهدي، يا رب، يا رب يهديهم ويبارك لي فيهم يا رب، ويرجع لهم أساميهم نصيب. فربنا يهديهم. فبجد انا مش بلقى ساعات ما بكونش لاقيه وقت اعمل حاجه،
والله ساعات ما بكون عارفه استحمى. طبعا دي حاجات داخليات قوي، بس لا، ما انتوا اصحابي بقى، والله بجد، واي ام عارفه الموضوع ده. فلا بكون الموضوع مكركب، فبحاول انا اخطف ايه حاجات كده، تخاطيف تخاطيف، بحيث ان انا اكون قادره اسيطر يعني بنسبه 70% على حاجات كتير حواليا، وان انا ما اسيبش بيتي يتبهدل لدرجه اني اكتئب من شكله ومن منظره. احنا بنجهز البيوت لينا، لانفسنا، مش بنجهزها لحد، مش بنجهزها عشان ضيف جايينا. لا، احنا نستاهل نقعد في مكان نظيف، نستاهل نقعد في مكان مترتب، انا وولادي وجوزي، مكان ريحته حلوه، اصلي على سجاده ريحتها حلوه. ويا ست الكل، ما تنسيش ان جنب كل الحاجات دي احنا عندنا الحاجات الاساسيه اللي بنعملها كل يوم. بعد ما تبتدي بالمطبخ والفرن والبوتاجاز تعمليه حاجه حاجه، خشي على التلاجة. ولو انتي في البيت انتي لوحدك بس اللي بتستخدمي البوتاجاز والتلاجة والمطبخ والحاجات دي، الترويقه دي هتفضل معاكي شويه، والله يمكن كمان تخلصي رمضان والترويقه دي تفضل معاكي زي ما هي تمام، لانك هترتبي اول باول عشان تحافظي على الترويقه المحترمه دي. حاجه تكبت بسرعه يلا هاتيها، حاجه اي حاجه كده كده، فتافيت في السكه هاتيها بالمره. هترتبي الارفف، هتمسحيها بمنظفات طبيعيه، وفي حاجات بتتباع جاهزه في السوبر ماركت والحاجات دي بتوع الصابون. يعني الحاجات اللي هتسهل عليك التنظيف موجوده ومتوفره في كل حته. فما تعقليش نفسك وتقولي ان انت امكانيات ومش امكانيات، كل واحده هتشتغل وهتعمل اللي يريحها في بيتها حسب امكانياتها. صلي على النبي وحد الله. وما تنسيش تبقي راضيه كده وحاسه ان انت عندك اللي مكفيك الحمد لله، ما تحسيش ان انت اقل من حد. البيوت اللي على النت دي بيوت اغلبها للشغل، وجت بعد الشغل لسنين وسنين. هرجعي لفيديوهاتهم الاولانيه، هتلاقي الفيديوهات دي بتاعتهم في بيوت شبه بيوتنا ويمكن ألعن وأدل. تمام، صلي على النبي كتير وحاد الله. وخليكي متأكدة ان ربنا هيرضيكي طول ما انتي عندك حسن ظن بالله. هيكبر بخاطرك وهيلطف في قلبك، وهي بصي كده هيطبطب على قلبك والله العظيم قريب، وهتسجدي سجدة كده ان شاء الله طويلة من فرحتك من اللي حصل. صلى على نبي وحد الله، ويلا ندخل على اللي بعده. طبعا الحاجات اخيرا وليست اخيرا، مسح للدواليب، المطبخ، للارفف، للخشب نفسه. الحاجات دي برضو مش بنعملها على طول، فهنعملها ايه كل دخلة رمضان، في دخلة رأس السنة. الحاجات دي كده بتدي طاقة حلوة انك تشيلي التراب. المرايات بتتعمل على طول يعني مش مستنية. رتبي الأسطح، يعني أي حاجة كده، أي حاجة مستوية، ترابيزة، كومود، تلفزيون، رف، الحاجات دي كلها لازم تبقي حاساها مريحة عينك. رتبيها، الموضوع هيمشي معاكي بسلاسة كده وببساطة. ولو أي حد عنده سؤال أو أي اقتراح يقولهولي في الكومنتات، انا باخد الموضوع بصدر رحب، بابتسامه جميله، ان الحمد لله في حد بياخد ويدي، وفي حد فاهم ومتفاهم كل حاجه بتحصل. علشان الحاجات دي مش هينه ومش بسيطه، لا الحاجات دي بتفرق مع ست البيت. يعني ما تجيبليش حد من بره يقول لك هيعدل عليك واحد واتنين تلاته، بس هي فكره في وجهه النظر، ان اللي بره الموضوع شايف من زاويه تانية. انت شايفه ان انت قاعده هنا، فشايفه دي زنقاكي ودي زنقاكي ودي زنقاكي ودي مضايقه عليكي ودي خانقاكي. لا، هو شخص من بره ممكن يقولك دي تيجي كده، دي تروح هناك، ودي تترفع كده، فهتلاقي المكان وسع واداكي براح. طب السجاده لو بدل ما هي صغيره تتكبر شويه هتديكي وسع. حاجات كده تفاصيل مش هتفهمها غير ستات البيوت، لان الموضوع ده بيفرق معاهم قوي. وخليكي دايما اي حاجه ملهاش لازمه في البيت تخلصي منها، ارميها. اي كركبه طبعا، الاوضه اللي انت قاعده فيها هترفعي السجاد وتنفضيه تنفيضه كويسه. انا ما نفضتوش، انا خدته بالمكنسه لاني ما عنديش المكان ولا المساحه اللي تسمح لي بالتنظيف بالتنفيض كده. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. وكمان ممكن تعمليه تنظيفه على الجاف كده، تاخدي شويه ميه وتحطي فيهم اي معطر او اي نعم اقمشه، وتروحي حاطه الفرشه وتاخديها بقى عصا المقشه اللي هي وانتي واقفه، او الفرشه اللي كنا بنغسل بيها زمان دي وتقعدي تقفي على ركبك. يعني بصي معاكي كل الطرق. والاغراض الديكورات والحاجات دي بتحتاج من وقت للتاني تنظيفه تلميعه، بس تلميعه متينه، فبعد كده تفضلي ايه بالرياشه تنفضي التراب اللي على الوش، هتبقي انت عارفه ان الجوهر نفسه نظيف. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. هخش بقى ايه على الحمام. الحمامات عايزه خلطه محترمه، خلطه تخلصك من الجير اللي بيعملوا الشامبو وبتعملوا الصابونه، واي الحاجات الكيميكالز اللي بنستخدمها احنا كاشخاص واحنا بنستحمى. البخار زائد الحاجات دي بتعمل تجيره كده على الحيطه وعلى القعده وعلى الحوض وعلى المرايات مش لطيفه، حاجه مستفزه. فمش هيفهم ده برضو غير الستات، لان كل واحده شايفه بيتها بنظاره ثاقبه كده، تحس ان هي ماشيه
على الحاجات دي بمكبر. فهتعملي حاجه كده تنظيفه محترمه للحمام وللمراحيض عامه. اللهم صل فممكن تشتري حاجه، قصدي للمراحيض من بره، وممكن تعملي انت خلطه حاجات في البيت وتكون سهله وما تكونش تضرك. وتلمعي مراية الحمام كويس قوي. في دلوقتي محلولات معقمه، هي تعمليها مره تبقى بعد كده زي الايه، والله تبقى زي السيراميكا، الميه بتجري من عليها على طول، مش هتقف عليها ميه ومش هتشبر تاني بعد كده. دوري واسالي هتلاقي الموضوع هيفرق معاكي قوي. نصيحه بقى صغيره، قسمي التنظيف على ايام عشان ما تتعبيش وما تحسيش بالارهاق. مثلا يوم للطبخ، فالنهارده هتعملي اكل كتير، ده يوم عادي هتحضري اكل وانت جايبه طلبات من بره ووراكي حاجات تانية في البيت، فخدي حاجات بسيطه جنبها. يوم تاني ما عندكيش حاجات كتيره فهتاخدي اوضه اكبر، هتاخدي تفاصيل اكتر. وابدأي دايما بالحاجات البسيطه، هتلاقي ايدك بتاخد سنه 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 اكبر ثم اكبر ثم تلاقي خلصتي. والله خلصتي. في ناس بتقولك لا العكس، ان انا ابدا بالكبير الاول علشان نقول ايه بسيطه، ده قاعد الحاجات الخفيفه. كل واحد وليه وجهه نظر في الترتيب والتنظيم، علشان هي تبقى راحه نفسيه، هي تبقى ارتياح للموضوع. بالنسبه بقى لو عندك اطفال خليهم يساعدوكي ويشجعوكي وبقى، وتعلميهم مشاركه في انهم يحضروا البيت، يكون دايما مترتب ونظيف عشان يتعلموا نظام، وهم نفسهم يبقوا حابين يقعدوا في بيت مرتب. لان الكركبه هيتعود ان هو يقعد في المكان ده، من شب على شيء شاب عليه. يعني خلاص هو اتعود على المكان، الكركبه، المكان اللي ريحته مكمكمه، الحاجات دي كلها. اي شخبطه على الحيط، اي الحاجات دي دلوقتي في خلطات بتتعمل، في حاجات كتيره، اللهم صل على النبي، في رش وفي حاجات كده بتتحط فبتطلع الحاجات دي كلها. صلي على النبي ونوحد الله. ودايما خلينا ذاكرين نعم ربنا، الحمد لله على كل حال. وهنا بقى نكون يعني حاولت الم معاكم اكبر قدر من الامكان من تفاصيل وافكار ونصايح قدمتها لكم. ومتنسيش لو عندك تعليق او عندك اي فكره تفيدينا، هنفيد بعض، لان الناس كتير تقرا الكومنتات علشان نستفيد كلنا من بعض. وصلي على النبي كتير وحيد الله، وخليكي ذاكره وشاكره ان ربنا فضله كبير. احنا بس اللي بنبقى تايهين في الدنيا واخدانا الدنيا قوي. الحمد لله الحمد لله دائما وابدا. ربنا يطعم كل جائع على وجه الارض، ربنا يستر كل المسلمين، ويكفينا شر انفسنا ويكفينا شر كل حاجه وحشه. ما تنسيش لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا لو انت وصلت لحد هنا، شكرا جدا جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير ويتعاد عليكم ايام بصحه جيده وبقلوب صافيه ونفوس راضيه، ويرزقنا لسانا خاشعا، لا قلبا خاشعا اسفا، ولسانا ذاكرا. وربنا ينجينا من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا. اتمنى يكون الفيديو كان بسيط وكان طبيعي. انا بحاول والله ما اكونش متصنعه قدر الامكان، لان احنا واحد، بيوتنا شبه بيوت بعض اغلبها، تفترق طريقتك عن طريقتي في الكلام، في يعني ترتيب حاجه، في تنظيم حاجه. بس في الاخر خدي من كل حاجه اللي يناسبك اللي يريحك. مش لازم تمشي بكل كلامي ولا تمشي بكلام فلانه ولا فلانه التانية، لا. خدي كل حاجه تريحك وتعجبك. خدي من كل ورده ريحه حلوه، ورقه جميله. مش لازم تاخدي كل حاجه زي ما هي، لان مش كل حاجه تناسبك زي ما هي ولا تناسبني. فخليكي بسيطه وسلسه ما تكركبيش الدنيا. الحمد لله النهارده اليوم كان عادي، وكان مميز بفكره ان النهارده جهزت فيه اطعام، والاكل كان متغلف بشكل حلو، واتوزع بطريقه ان شاء الله ان شاء الله تكون مقبوله بامر الله. ومش لازم تتفشخري بحاجه بتعمليها. انا مش هنا مش بتفشخر ومش بتباهى ان انا بعمل حاجه. هنا بديكي فكره لوجه الله، واتمنى من الله انه يجعلنا من المقبولين، وانه يرضينا ويرضى عنا ويوسع علينا كلنا ويكرمنا. ويا رب يكرمنا وطعمنا ويجعلنا سبب في جبر خواطر الاخرين. يعني والله انا نفسي قوي، نفسي ان انا اعمل حاجات كتيره قوي لوجه الله. يعني ربنا يوسع عليا والله مش عارفه اوصف اللي جوايا من كتر ما انا جوايا حاجات متلخبطه كتير. بس يعني ربنا اعلم باللي جوايا، وهيرضينا ان شاء الله قريب، ويكبر بخاطرنا ويلطف ويطبطب على قلوبنا. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله دائما وابدا. يوم كان هادي الى حد ما، رتبنا وغيرنا وعملنا شويه تجديدات. التجديدات مش ممكن مش فكره بس ان هي تكون انت اشتريت حاجات جديده، فكره انك لميتي ومسحتي وشلت الغبار وشلت التراب وحركتي حاجه من مكانها، دي لوحدها تجديد بيغير النفسيه.
مجرد ما نقلتي الكنبه من مكانها او شلتي حافظه من على سجاده، لا الموضوع بيفرق. انتي ظبطي التظابيط ويلا الحمد لله. اليوم كان الحمد لله الحمد لله كان كويس، كان مليان طاقه كويسه. ما تنسيش زي ما قلت لك، لو عجبك الفيديو تحطي لايك واشتراك عشان ان شاء الله اشارككم يوميات جديده دايما. وهنا يكون الفيديو خلص، ما تنسوش تقولوا لي لو عجبكم. سلام.